دينا ايه عايزينك لا تبدأي البداية السلام عليكم. السلام عليكم. مش عارفه اعملها اون كوماند بس يعني حاطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي اهلا بكم. حلو جدا. لسه من يومين قعدت اتفرج على الدسكشن بتاعتي اللي فاتت، اللي هي كنت انا السبيشال جاست. بقول لكم يا جماعه انا كنت رهيبه، ارائي دي مقرفه جدا. النطق يا جماعه بيفرق في السنتين. شفتي لا والله العظيم يا جماعه انا نضجت. اذا ايه ارائي شوف مريم بتقول لي مريم بتقول لي لا انا بقول لها شوف انا شفتي احنا ماشي. احنا الدسكشن ده كنا بنتكلم على احنا بنتكلم على ايه ايوه الحاجات اللي احنا ممكن الحاجات اللي احنا ممكن نسامح ان الناس تحس بيها او تعملها، بس مش هنسامح نفسنا اننا نعملها. متوقعش الجماعة احنا ما ينفعش نعمل خايفه كده. يلا نقول واحد. لا يا بنتي هنعمل لو سمحتي. بس دي مزعجة جدا يا جماعة. انا بحس الناس بتستمتع بتعملها بس لا في صوت تاني ممكن نبدا معاها ممكن نعملها احنا عمالين نعمل حاجات. لا نخرج بقى عشان نبص. انت عملت مريم ممكن نعمل الصوت ده ان هو استني بصي اللي هو بس ممكن نقطع عادي في نص الفيديو صح؟ استني قولي بس. هو الصوت اللي هو بيبقى كده. احنا ممكن نعمل اتنين مع بعض على فكرة. يلا نعملها عشان تطلع في الفيديو. 1 2 3. ما حدش عملها ليه؟ الانسر في اسامي باينه. لا انا مسحها عشان عارفه يا لهوي السؤال كل مرة بص عامله ايه عشان انا عارفه انها هتبص. فبيقول اعتقد انه الخوف والسلوكيات الناتجه عن الخوف، اعتقد ان الخوف من العلاقات عامه مش احسن حاجه. ازاي هتكون صفه مشتركه ما بين اتنين مش مشترك يعني مش عارفه اشرح خلاص يا بنتي هو بيتكلم ان جنرال الفكره نفسها تخفي. ايوه هو بيقول اصل من العلاقات. بس السؤال هو بيبرر للناس انها بتخاف اللي من مجاوب العلاقات. الاجابه دي مجاوبها غلط. يعني ايه حاجه اسمها كده. اللي بيخاف من يعني هو بيبرر للناس خوفها من العلاقات بس مش بيبرر لنفسه. انت خايفه تخشي في علاقه وهو بيبرر. بالعكس على فكره كلامه فالid. الخوف ما هو اعتقد كل الناس يعني بتبرر لو الخوف جيت اللي حكيت لك قدامها. قلت لك ان انا بخاف من العلاقات هتقولي لي تقعدي تطمنيني. ايه ده فالid ده عادي. انا بتكلم ان دي صفه ان انت ممكن تسامحي، يعني بتكلم ان هي يعني المفروض يكون حاجه ما بينك وبين شخص قدامك. فانا يعني لو اللي قدامي مثلا خايف من العلاقات انا ممكن اسامحه، بس ازاي هو هيخاف من العلاقات وهو مش هيسامحني؟ انت يا بنتي هو مش معاك في هو مش علاقه، هو هيسامح بيتكلم نفسه. ان جنرال. هو مش هيسامح نفسه. انا هو بتكلم ان السؤال اللي احنا حاطينه في الدسكشن ده يعني ما اعرفش مين جاوب بس ان هو مجاوب يعني. قولي انا قصدي ان هو الحاجه اللي انا هسامح اللي قدامي عليها حاجه انا ممكن اعملها او حاجه اللي قدامي ممكن يعملها، فازاي دي حاجه هما الاثنين ممكن انتي والبني ادم اللي قدامك بتخافوا من العلاقات. في مشكله. انا مش قادره احط ايدي على المشكله دي اجابتك انت دي ولا والله العظيم ما جاوبت المره دي عشان ما حدش يعمل ايه. عامه لا هو الحته اللي هو بيتكلم فيها ميك سنس لان انت عامة الشخص ده هيبقى اخر مرة انت لكن مجاوب اجابه غلط. انت لما بتخافي من حاجه انت مش بيبقى عندك يعني اقولها لك ازاي يعني you might not forgive your خوفك من العلاقات. ماشي خلاص ماشي ما اقتنعت يعني ماشي بس كده خلاص يعني ماشي. طيب الانسر اللي بعدها عدم الاهتمام والحب المتبادل وحاجات كتير تانية. احنا الاجابه دي اتكلمنا فيها قبل ما نصور. الاجابه دي صعبه قوي. لا بس احنا قلنا ان الحب المتبادل ممكن تكون مش لايقه قوي على اللي احنا بنتكلم فيه، بس عدم الاهتمام عدم دي بشعه. تغفري اللي قدامك ان مثلا هو كان مشغول او كده. بس انتوا عارفين ان في بعض التوكسيك ريليشن شيبس، في بعض التوكسيك ريليشن شيبس اللي هم بيلعبوا على الحته دي. بيلعبوا على حته ان هو مثلا يقول لك ايه انت مش مهتمه بيا كفايه. لا دي صعبه. لا بس هي متعبة قوي فكرة ان يعني الواحد اصلا هو يوصل ان يلاقي نفسه هو اللي على طول بيهتم ومحدش بيهتم بيه. وحشه قوي وهو معدي هو مكمل ان هو يعني هو مش عارف يبطل اهتمام، مش عارف يسامح الناس ان هم مش بيبادلوا نفس الاهتمام. يا جماعه الدسكشن دي صعبه قوي على فكره بجد. انا قلت لكم احنا هنعيط يعني. وانا ليه واحده مش متاثره؟ ماشي لا شويه ادي نفسك فرصه. انا بتكلم عامه كفكره.
يعني احنا لازم نشوف ايه الحاجه اللي انت بجد لو شفتيها قدامك حد بيعملها هتعديها له قشطه، لكن انت لو عملتيها مش يعني انت فاهمه احنا بنتكلم في ايه؟ مش هنبقى اما المشكله في اللي لو انا بعملتها دي مشكله ده مشاكلنا، ده مشاكل المجتمع. لازم اسكتي واشربي. ماشي اشرب، بتقولي اسكتي واشربي. انا مش عايزه اطلعك بتستهزئك. العصبيه بجد بقول لنفسي اني عندي مشكله، بس لو حد تاني اتعصب يبقى حق. انا الانسر دي شويه مستفزاني. انتوا عارفين يا جماعه، دي كده استنى عشان انا في كذا موضوع عايزه افتحه هنا. اولا احنا ليه مش بنتعامل مع العصبيه على ان هي حاجه طبيعي ان هي تحصل للواحد؟ لا دي احنا حاسه ان هي بقت طبيعيه زياده عن اللزوم الفتره دي. لا مش ان انت بتتعصبي على عمال على بطال، بس في ناس ساعات من كتر الكبت بتجو اوت اوف لاين. انا بيتهيألي ان انت لو حد قريب منك ولو حد انت عارفاه مش كويس. عارفه ان انا عندي مشكله، انا حاسه ان انا عايزه ابرر الاجابه نفسها، يعني انا حاسه عايزه ادي مبرر للي كتب الاجابه نفسها ان هو معاه حق ان هو يحس كده. ايوه هو معاه حق طبعا طبعا. اصل انا حاسه ان انا فعلا انا لو اتحطيت في مكان زي ده انا هبقى شايفه انه معلش والشخص اكيد مش المفروض انه يتعصب عليا وده مضغوط وكده، بس انا لو اتعصبت هقعد اعيط واقول انا ازاي اتكلم بالطريقه دي، أيوة، ازاي ده أنا. ازاي اقول الكلام اللي انا قلته ده، انا لازم اشتغل على نفسي عشان انا كل أبقى ما هادية. اتعصب على حد بعيط بعدين اللي هو ازاي انا بعيط لما حد بيتعصب. طبعا يا جماعه هيشوفوا دي حاجة في, رقيقة في البيت هيشوفوا مثلا ان انا بتعصب كتير بس مش بعيط، بس انا بعيط والله. لا بس انا على فكره انا حوار العصبيه ده وان انا في خناقه اتكلم، انا بطلت اعمله لان انا بقيت احس ان انا دايما بغلط. لا انا بعيط في وسط ازاي والناس بتغلطك، يعني لو حد اللي قدامك مش حد كويس آه. هتلاقيه انت مركزه معانا. أيوة. هتلاقيه بيغلط. هتلاقيه يقول لك وانت متعصبه قلتي كذا. الحركه دي بتوجعني قوي من ساعتها وانا بقيت ساكته. لا برضه يا جماعه بكره لما حد بيقعد يزعق جامد قوي عصبي جدا فجاه يعيط في نص وهو متعصب لانه بيصعب عليك جدا 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 جدا. طب ما دي حاجه مستفزه عليكي. يعني انا عايز مبرر لحد ما حدش يلاقي لي مبرر. صح. انا بحبك اكتر منك. صح. لا لو هندي لو يعني لو الانسر يعني دي زي الأنسر هنرد اللي قبلها. عليها بجد. لا سامحوا نفسكم بجد، سامحوا نفسكم، لان لا يعني انا شايفه ان البني ادم يتعصب ده شعور طبيعي انه يحصل، حاجه طبيعيه انه تحصل. نبدا نقلق لو حسينا ان الموضوع بس هقول لك على حاجه، الواحد بيخاف ان هو يعني الموضوع يخرج، ما تبصيش كده. كملي يا حبيبي. الواحد بيبدا يقلق ان هو بيلاقي انه يخاف ان هو يعني يخرج عن السيطره، ان هو يبدا يبقى بيزعق على طول. هتبقى هيقعدوا يقولوا عليا وحشه خلاص. احنا هنقعد بقى بس بقى كفايه ارحمي نفسك. هنقعد نهزر كل كلمه بتتقال. كلام عصبيه. جود شويه. لا بصراحه ده اللي ما عملناش حسابه، ده ملك احنا ما عملناش حسابه. امسكوا. 3 hours later. رابع انسر، بحس بمشاعر ضعف لو حسيت اني محتاجه لحد رغم اني بدافع عن الشعور ده قدام صحابي. يا جماعه انا بس عايزه اقول حاجه، انا حاسه ان عادي ان احنا ما نبقى مش يعني نحس بمشاعر ضعف ان احنا محتاجين لحد، ده عادي، بس مش عايزه ان احنا ما نبررش ده. احنا محتاجين للناس. هو طبيعي عشان كان يعني احنا انا شايفه ان عادي انها تحس بضعف انها محتاجه لحد، بس اتس نورمال ان انت تبقي محتاجه للناس. هو ايه، مفيش انسان ما بيعيش لوحده. ايوه يا حبيبتي، احنا الدسكشن بقى يا لينا هي انا فهمت. هي بنت صح؟ هي حاسه. هو انت حافظه الانسر البنت ولا ولد؟ بتقول محتاجه. ماشي. هي حاسه ان غلط، يعني ان هي بتقول لنفسها انا مش محتاجه لحد، يعني من الاخر شايفه انه مش شعور صح. انا غلطاني بقول رايي، انت عارفه كده. ما تقولي هي ليه الاجابات مش لايقه على الاسئله يا بنتي ازاي مش ازاي لينا هو انت فاهمه السؤال طيب؟ ده بس انا اجاباتي لو انا طب لا انا عايزه اسالكم سؤال قبل ما نخش على اللي بعده. انتوا شايفين انها حاجه فاليد ان انا يبقى عندي شعور ضعف عشان انا محتاجه لحد في حياتي؟ اكيد على حسب الفتره. انا فاهمه. بصي هقول لك، اصل هي دي ممكن انت ما ينفعش تقولي لا اكيد لا دي لحد مثلا هو خلاص اوريدي دخل في الموضوع ده وحاسس. اصل عارفه دي عامله زي فكره انه حد انه او هي مش زي انا ممكن اتكلم عليها، هي فكره انه هي اكيد اتحطت في موقف يخليها ان هي احتاجت حد فعلا، ولقيت الشخص ده مش مديلها الحق ده، او شايفه انه يعني انت مش لازم تبقي محتاجه لحد. شايفه تويك ان هي محتاجه لحد ده. اه فاليد.
هو فالid. انا بتكلم هي ممكن يكون ايه وصلها كده، فان لا يعني ما نسيبش ان موقف حصل يخلينا نكمل حياتنا بشكل معين. بس طبعا الفالid ان احنا نبقى محتاجين ناس، اول إحنا حاجه مش عايشين اوت لوحدنا. ماشي، نفترض مثلا ان مالك جت تقول لي ان هي انا بقول لك من طريقه تفكيري يا جماعه، هو يا حبيبي ما حدش هو هيفهم طريقه حاجه. ما انتوا كلكم باصين. طب ما عشان ما تتكلمي وبعدين اكلمها ابص فوق. ماشي. اسمه ايه ده دلوقتي نفترض ان مالك جت تقول لي ان هي حاسه بالشعور ده، تمام. انا ليه انا اصلا ابقى في بوزيشن ان انا اقول لها ده بارد ولا لا؟ انا يعني لا انا بسألك دلوقتي سؤال يعني ده outside of عامة this. ماشي. ايه بقى السؤال؟ انت حاسه ان اتس نورمال ان انا احس ناحيه نفسي ان انا شخص ويك عشان في حد انا محتاجاه في حياتي؟ لا طبعا valid. ايوه فعلا. انت ايه رايك كمان؟ اكيد ولد. انت valid. بقى انا كمان valid. اللي بعدها losing control. لا انت فاهمه صح؟ الحمد لله ان انت مش بتسامحي نفسك ان you lost control، فهمت. بس هتسامحي الناس ان they lost control. تمام. شبه العصبيه يعني. هي بصي شبه العصبيه. حاسه ان كل الحلول يعني كل الانسرز لازم يترد عليها في الاول، ان انت لازم تسامح نفسك على الحاجات اللي انت بتعملها. لو انت عندك المقدره انك تسامح الناس، لازم يبقى جواك جزء بيسامحك انت نفسك كبني ادم. كفايه تعمل محكمه لنفسك بقى، كفايه بقى. انت لو محتاجه تبطلي كلمه محكمه لنفسك دي. وهي عماله تقول الجمله دي. محكمه اصلا يا جماعه، فانا كل جماعه عاملين محاكم، كلنا عاملين محاكم اسوأ من بعض، اقسم بالله العظيم. لا انا ما بعملش محكمه لنفسي. ايه ده؟ لا خلاص ما عدا لينا يا جماعه، مش هعمل محكمه لنفسي. انا عامله مجلس. بس يا جماعه انا عندي مشكله. انا حاسه انه يعني كل الانسرز انا مش ما بقتش بفكر فيها فكره انه فالid ولا مش فالid، لان انا كده كده في ديسكشن أيوة. فاتت انا قلت فكره ان انا بالنسبه لي اي شعور حد يحس بيه فهو valid. بس هقول لكم على حاجه بحسها في موضوع losing control ده. بحس ان احنا we have a limit of losing control. اللي عنده نبدا ايه لازم لا نراجع نفسنا ونشوف. انت حر ما لم تضر. لا لا انت وانس انك عملت فلوس كنترول اكيد هتضر يعني. ما تقوليش لا ليه لا I might be losing control upon myself. من انا بحس ان الناس اللي عندها يعني depression طبعا لا بيأثر على الناس اللي حواليه، بس حاجه زي الانكزايتي disorders مثلا. انا عاده فهمت في ناس كده ان هو يعني مش حاجه مؤذيه للناس، لا مؤذيه لي هو. وحشه قوي. انا بيتهيألي ان حاجه زي الانكزايتي disorders لا لازم تراجع نفسك، انت تعرف ليه حاجه زي دي حاصله. اكيد تسيك هيلب، واكيد ايوه دي سبايرلينج مش عارفه اوت او حاجه كده. بس على فكره في الحالتين ان كان بيأذي غيره اكيد بيأذي غيره، دي مش كويسه. ان احنا اكيد مش عايزين نأذي الناس اللي حوالينا، بس برضو يعني في الحالتين هو محتاج يراجع نفسه انه الاذيه وحشه ان كان ليك او لغيرك. بس في ناس بتشوف انه انا لازم اصلح الحاجه دي طالما باذي بيها غيري علشان انا مش عايزه اذي غيري، بس لو باذي نفسي مش مشكله. دي بجد وحشه. يا لهوي دي وحشه قوي. والناس بتبرر بقى الحوار ده بان انت ربنا بيحاسبك على الحاجات بتاعت الناس. هم يعني دي بتبقى وحشه في كده. لا بس بيحاسبك على اخطائك ناحيه الناس، اكيد بيحاسبك على اخطائك ناحيه نفسك وناحيه نفسك. بس في ناس بتحس انا ممكن يعني لازم اغير إن نفسي لنفسك عشان خاطر ما تعرفها اذيش الناس، بس ما اغير مش ضروري اغير نفسي طالما انا مش باذي حد. بس انت بتاذي نفسك. هو شايف انا مش باذي حد فخلاص. بس على فكره في حاجه زي صراحه موضوع الانكزايتي ده حاجه بحس ان هي مش بايدنا يعني. بس you have to يعني اولا تعرفي السبب، ثانيا لا تروحي تتعالجي بقى. مش قصدي والله. انت ليه قلتي افطر؟ مش قصدي. This might be deep. I had a very close friend. We had a bit more than friendship. And he used to say how bad he felt when he cried or showed vulnerable emotion. And during one fight, he said something that made me realize that I always criticized myself if I cried in front of him. تقول إنها كان عندها حد قريب قوي منها، اللي بينهم كان أكتر يعني من صداقة. هو كان بيحس بشعور سيء لما كان بيظهر عموما مشاعر يعني إيه حساسة قدام الشخص اللي قدامه. بتقول ان في خناقه من الخناقات يعني هو قال لها حاجه خلتها تاخد بالها ان هي دايما بتواجه نفسها لما هي بتعيط. بيتهيألي ان احنا الفكره نفسها احنا اتكلمنا فيها قبل كده، دلوقتي ساعات بس متكلمين فيها دلوقتي ان عادي الايموشنز ومش عارف ايه والكلام الجميل. بس انا هنا بقى حاجه تانية اللي هفتحها معاكم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انه during a fight هو اللي خلاها تاخد بالها هي بتعمل ايه غلط. قصدك ايه؟ قصدي الناس اللي حوالينا هي اللي كتير هم اللي بيبقوا طب ما احنا بنعمل بيعرفوا. طب دي حاجه كويسه. انا بقول ان انا حاسه انك عايزه تقول بحاول افتح لكم موضوع. ساكتين يعني. مش عارفه اعمل ايه، امشي
لا امشي. لا يا بنتي أمشي؟ بفكر في انا ممكن امشي على فكره. كنت انت عايزانا نقول حاجه صح؟ انت عايزانا نقول حاجه وخلاص. ايوه عايزاكم بس تتكلموا. مش معناها برضو ان انا استنى اللي قدامي يعني ده شخص كويس زق بقى كده عشان يطلع فيا يعني مش كده يعني انت فاهمة؟ يا لهوي لو هو قال لها بطريقه وحشه لا يعني تبقى مش وحشه قوي على فكره. يعني مش لازم ان هي تفهم حاجه عن شخصيتها بالطريقه الصعبه دي يعني مش كل حاجه صح كده يعني. صح. مش في وسط الفايت. ليه؟ هو احنا واحنا هي ما قالتش وسط فايت او لا. هي قالت في وسط إيه؟ الفايت. قالت انا فايت. ما هي إن إن الفايت فايت. هم هو عمل لها هايلايت لا دي على وحشة. ايوه دي وحشه، دي الصراحه وحشه فعلا. عارفين ان هو فكره ان اي حاجه انت بتتعلميها مش لازم تكون ذا هارد يعني احنا مع بعض بنقولها بعد بعد المشكله ما تخلص بعد ما المشكله تخلص. انت عملتي يعني بنقعد بالراحه كده احنا بس بنانلايز وكده. اما الاقيك هي كده. ما هو انا بقول لك ما هي عمرها ما هتبقى كده، بس مش لازم كله يبقى ذا هارد واي، مش لازم يعني اكيد في حاجات ممكن اتعلمها بطريقه يعني اطيب من كده. كنت اقول لك ارقام كده. انت حاسه بتزود كلام وخلاص. مظبوط اطيب. عارفه يا جماعه جماعه القصه دي لا بوريكها. انا ممكن يكون حاجه لو حد وانا في وسط يعني في وسط فايت بيقول لي على عيب فيا مخاطر دلوقتي وانا متعصبه ولا انا بفايت ولا بعمل اي حاجه. بس يا جماعه لا صعبه يا مريم، صعبه ان حد يديكي هايلايت على حاجه كده. لا مش وانا متعصبه انا لا كده. هو يعني انت كده بتفتحي عينك على حاجه معينه، فانت اصلا بس ممكن أنا اروح مش اشكره ده يعني- شكرا انك خلتني لا بعد انا مش كده. قادره اتخيلها يعني هما بيتخانقوا فهو ساب قال لها كل على حاجة كده قال لها. طب ليه وحس ما بسمعش. على فكره ده معناه ان هي زي فيري كيرينج. ما هو اصل هو ما قالهاش حاجه وحشه الجمله دي ايوه يعني هو بيقول لها زي ما يكون عايزها ان هو بيقول لها تexpress اللي هي you حاساه. criticize yourself when you cry in front of me during a fight. يعني هو بيقول لها حسي معايا بالشعور اللي انت عايزه تحسي. طب ليه تبقى وحشه؟ صدقني ولا احنا بقى عايزين نطلع الراجل غلطان وخلاص. احنا عايزين نعمل طبعا. على فكرة هو ممكن يكون يعني مثلا الحاجة اللي هو بينها فيها دي مش لازم تكون حاجة ريفلكتد عليه هو، يعني ممكن يكون هو مش غلطان في حاجة، يعني ممكن يكون انت فاهمة تدافع عن راجل. يا حبيبتي انت ما تدافع عنه، ده انت غريبه جدا. انت عارفه ان انا مش يعني كلام من الملك بيضايقني. انا قصدي ان ممكن انا مثلا في خناقة معينة حتى يا ستي لو اللي قدامي هو اللي غلطان، بس ممكن يكون حصل حاجة معينة خلتني اخد بالي يعني من صفة معينة فيا. مش شرط يكون اللي قدامي مثلا هو السبب فيها، بس معناها ان انا خدت بالي مثلا يا لينا انت هجوميه مثلا، او انت عارفه لو حد عمل كده مش عارفه ايه، لو حد عمل كده هو مع ان بس احنا لا بنتكلم مش على لا، حد السبب بيكاش. فعلا. انا افتكرت تقولي بيقلب الترابيزه لا احنا والله بنتكلم لو على حد عمل السبب كده اللي هو قال. لا ما هو لو عمل، ما هو لا في طرق يا جماعه قلب الترابيزه دي بتبقى باينه قوي، معلش دي على جنب. لكن انا بقول لك لو هو بيعمل بالطريقه اللي انت بتحكي بيها دي لا يبقى هو حد بيكره. وعلى فكره مش لازم هو يقول لي اصلا في الاخر، يعني مثلا نتخانق وحد قال لي انت على فكره انت بتعملي كذا وحاجه وحشه فيا، ممكن انا اخد بالي من نفسي، يعني اخد بالي انت انا عملت كذا. هو انا معاكي في الموضوع عموما، بس احنا بنتكلم على الحته دي. هو انت متخيله هو ممكن يكون فكر في ايه عشان يقول لا؟ اصلا مش بيقول لها حاجه وحشه انه عيب فيها تغيروا ان هو ان هي مثلا عصبيه. لا هو بيقول لها انت ليه مش ده هو اصلا كده بيتكلم ده كده معاها، حلو كده قوي. بيتخانق. ده كده حلو قوي ما شاء الله. هو احنا ما نعرفش، احنا مش قاعدين معاهم. على فكره احنا على فكره الاجابه يعني بجد الناس هبط بقول لك الاجابه دي يعني لا هتخلينا بقى احنا نبعت للبنت. كويس. طب لا عايزين تفصيل الخناقه. انا هسألكوا سؤال. انا عايز اسالكم سؤال، انتوا هيبقى ايه رده فعلكم لو حد قال لكم حاجه زي هعيط. لو حد قال لي ايه، لو حد قال لي لو حد قال لك كده، لو حد قال لك ان انت مش you criticize yourself عشان مش بتشو ايموشن. حاسه ان انا هعيط اكتر بالعكس انا هتاثر، وممكن ما هعيط فانا أصلاً. اشكره ان هو بيقول لي ما أنا هعيط أصلاً. يعني هزقه بس بعدين انا حاسه ان اشكره. هعمل زي ما انا فعلا على فكره ردها بلد، لان انا لو انا في نص خناقه وحتى اللي قدامي بقى رحيم كده بيا هزعق شويه وبعدين هستوعب الكلام وأقوم معيطه. ده كده رضا شكرا. لا بس انا فعلا عملت انا هعيط، بس وانا في وسط العياط هقوم قايله انا ما كنتش عايزه اعيط، يعني برضه هقول ما انا عايزه اوقف لك، ممكن تسيبيني في حاجه شويه. وعيتك مش هيبقى بسببه، هي حاجه اللحظه دي اصلا عايزه تتخانق يعني انا ساعتها هقوم قايله طب ممكن بس يعني انت خليتني اعيط، انا عايزه اكمل خناقه. يا لهوي يا جماعه لو مثلا حد انا مش مرتاحه معاه فانا عيطت قدامه، ده انا هبليم ماي سيلف بشكل انا عيطت قدامه. بس انا مش بشوف ان يا بنتي مجلس الشعب اللي هي اصلا دلوقتي انا بقيت الاحظ ان مش سهل ان اصلا العلاقات توصل للدرجه ده ان حد يقول لحد حاجه زي كده. ايه
ده مين الشخص ده بجد؟ هي قالت ايه؟ مش سهل ان مثلا يكون اتنين بيتخانقوا وحد يقول جمله اللي هو قالها دي. ممكن ما بقى الناس قالها بعد خلصت ما يا جماعه. هدي. احنا ما عرفنا منين؟ هي قالت ممكن يكون الفايت. قالها بعد ما صح. لا بجد حاسه انا كنت كده. احنا محتاجين بنت معانا في الدسكشن. انا قصدي ان انا يعني دلوقتي ما بقاش، يعني دلوقتي معظم الخناقات بتبقى خناقات بقى اللي هو مش شن. عارفه وايه وده لا بيكذب والناس وده. ما بقتش بتكره على بعض طب مش كده. يمكن بالظبط. طب مش يمكن يكون بيتخانق معاها عشانها اصلا. ما هو ايوه ما هو احنا خدنا الاجابه في حته تانية. احنا خدنا الاجابه بجد في حته احنا بنرومانتسايز الاجابه. بجد هنات من الناس 5 hours later. طيب احنا قطعنا للظروف غامضه. قطعنا للظروف. مش مهم واضحه ولا مش واضحه. يا رب ما تبقاش لا واضحه. معلش، فين السلاح اللي كان في ايدك دلوقتي عشان انت عامله نفسك مؤدبه؟ ده السلاح. يا جماعه في سنه العاطفه لما كان لا ده قاعد. ما تسكتي بقى. بصي بتعمل ايه؟ في ناموسه وانا طيب. كل ايديا. دلوقتي هي لينا عايزه تقرا انسر. ماشي ماشي هنخليها تقرا انسر. انت ايه كده؟ ماشي عرفت لا قولي شخبطتي ما حدش يعني وريها الاسئله ليه. تشخبط عليها. هي اكيد مش هتباني يا جماعه. لا والله ما شفت. بس والله العظيم انا مش حاجه اصلا تشوفي في عدم الامتنان. هو انت ايه اقفر من اللي لا بس حاسه ان انا اجهاد ده هطلع المضرب تاني. لا حاسه ان انا يعني على فكرة saying too much I play my words with people I care about. oversharing انا بالنسبه لي انا لما بكون بتكلم مثلا كتير يعني هقول لك حاجه لما تصدق الابتسامه الشفقه دي الصراحه ان انا مثلا بروح يا جماعه بقعد اتكلم كتير عشان لا والله العظيم ده مش شفقه. فاهمه؟ ممكن نبطل قعده كده. لا اله الا الله. لا ما سمعتش. احنا الميمز اكتر من او الافيهات عملها اكتر من الكلام. ممكن كفايه بس مش قادره مش بعرف اوقف الافيه يعني لما بيجيلي ما بعرفش. انا بقيت انا مثلا سمعت ان عشان بيبقى واخدين ان انا بقعد اتكلم مثلا مع حد لا مش كده. انت عارفه ساعات بيبقى عشان اللي هو كنت تقعد تتكلمي كتير وكده مش عارفه ايه، وتحسي انت بعد ما وممكن اللي قدامك لو عمل كده انت فعلا مش هتتضايقي. فاهمه؟ بس معلش هو الشخص ايوه لا ما حد بس يرد عليا. الشخص اللي بيتكلم ده هو متضايق ان هو بيشارك كتير وده مش بيشارك كتير. لا متضايق ان هو يعني بيسامح اللي قدامه ان هو يشارك كتير بس مش بيسامح نفسه ان هو يشارك كتير. هي مش فكره انا مش حاسه سيلينا دخلت جوه دماغي لان هي دي المشكله اللي احنا كنا بنحاول نصلحها عند لينا الاول. لا انا حاسه ان انا اتعكست. انا افتكرت ايوه انا فهمت قصدك اصل لينا لخبطتني. لا بس لينا ماشي ممكن بس حاسه ان الكلام لخبطني. اقول لك حاجه انا بحس عن ندى ان هي مش فكره مسامحه بس هي ان هو انتوا حدود العلاقه ما بينكم ايه. يعني على فكره ساعات الواحد بيبقى اللي قدامك يعني انا متخيله حدود معينه اللي هو ان انا اتكلم كتير ليه؟ ما اقدرش اتكلم كتير. انت فاهمه؟ يعني كلامي اكيد هيضايقه. مش عارفه كده اللي قدامي متخيله لا احنا علاقتنا تسمح بكده. قصدك ناس مش ناس انا بتكلم ان انت بتشوفي الموضوع بشكل مختلف عن اللي قدامك. يعني انا دلوقتي مثلا ممكن اجي اقعد اتكلم يعني ممكن شايفه ان علاقتنا ما تسمحش ان انا اقعد بقى اوفر شير بقى واقعد اتكلم في مواضيع كتيره واعيد وازيد في نفس الكلام ومش عارفه ايه وكده. بس انا شايفه ان ما ينفعش اعمل كده. بس انت بتعملي معايا كده وانا مش هاخد بالي يعني مش هتضايق من كده لان انت شايفه انه ده يعني علاقتي انا وانت تسمح بكده. فاهمه؟ بس انا مش فلسفيه ان انت الشخص اللي قدامك مش بتبقوا في نفس الحته في العلاقه. صح؟ لا صح. وانت شايفاها اصلا بحدود مختلفه تماما. صح. فهي مش مش حته ان هي تسامح وكده. هي بس بوينت اوف فيو. حلوه قوي. انا بس عايزه اشكر لينا انا ما كنتش فاهمه السؤال ايه. ما كنتش فاهمه الانسر نفسها. لا حسيت انه عايزه اشكر لينا دي. أصلاً احنا عارفه تفضل كده بقى. احب اشكر الجمهور وهم لا بس بجد انا ما كنتش فاهمه الانسر. انا كنت عماله افكر هو ليه ممكن حد يبقى شايف اصلا ان هو ما بيتكلمش دي حاجه تضايقه وان هو بيسامح الناس ان هم بيتكلموا. انا صداع اذا كانوا مصدعين يعني هي هتصور انهي واحده مش هنساها. بس انا still caring about someone who stopped caring about me. بس انا يعني مش حاسه ان انا هسمح للي قدامي ان هو يحس كده. تاني معلش تاني كده still caring about انا مش someone. بفهم بالسمع صح؟ قلتها قبل كده في discussion. still caring about someone who stopped caring about me. لا دي ممكن ما تقبلهاش عشان انا ممكن اقول للشخص اللي قدامي انت بتكلمني دلوقتي. ايوه دي حاجه وحشه. هو ده اللي انا بحاول اقول. بصي يا حبيبتي بصي هي بتقول انها مش يعني بتسمح للناس ان هم يفضلوا يكار
للناس اللي هم مش بيحبوهم ما بقوش يكار، بس مش بتسمح لنفسها انها ما ستيل تكار. لخبطه صح؟ هي لخبطه عشان انت بتحاولي تشرحيها من السؤال بتاعها، بس تاني كده تاني معلش. ممكن نعمل تايم ستوب في الحته ايوه ان انا دلوقتي بهتم يعني انا ممكن اسمح ليكي ان انت تهتمي يعني تهتمي بناس لما بطلوا يهتموا بيكي، بس ما اسمحش لنفسي. ايوه اخيرا ده بقى صراحه هيبوكرسي شكرا. شكرا. هو يعني انا مش حاسه ان هو كلام فاليد. جماعه عايزه ابطل ابص الكاميرا واخلص. انا مسكت كتير يعني انا بقول ان هي حاجه مش فالid، ما تهاجميش مش وانت تقولي ان هي لا انا لا قصدي هي مش فاليد. شوف بقى انا حاسه مش فاليد ده. بس هي برضه لا بس انا في حاجه انا هبتدي دي حاجه بقى زي ما هي مش فكره حربايه ولا لا، بس يعني هغير موقفي على حسب نقطه يعني الشخص واقف فين دلوقتي. يعني انا شايف حد دلوقتي قدامي بروكن وهيعيط هتغيري رد فعلك لكن مش تفكيرك عن الشخص ده. بس هي دلوقتي يعني مش انا وقتها يعني مش هاجي اقول له هتشوفي ان اللي هو بيعمله صح. لا مش ضروري بس بس انا هقول له مثلا معلش ماشي اوكي بالراحه ونعملها، بس لما احس ان هو ابتدى يبقى فوق كويس يقول لك لا انت اللي انت بتقول تفكر فيه ده غلط. يعني ممكن اجريه في وقت معين. ان الكلام اللي وش ده مش دايما صح. اهدي بقى. لا بتكلم مثلا لا عارفين بقول له لما يكون الميم هقول له الساوند بتاع اللي هو لما يكون عارفه حاجه بس ما عندكيش دليل، فانا انا اشتغل في دماغي على طول لما هي قد دلوقتي انا بقول ان انا لازم اراعي شعور اللي قدامي دلوقتي هو في انهي بوينت في الموقف ده. يعني مثلا ما يجيش واحد مثلا يعني مش منهار دلوقتي، حد مش بيهتم بيه دلوقتي ولا حاجه، واجي اقول له اصل لا انت مشاعرك دلوقتي مش فاليد وده غلط. دي محاوله منك ان انت بتحاولي الله يسامحك كمان، الله يسامحك والله العظيم قعدوا معايا يومين بس اسمه انت بتحاولي تتفهمي اللي قدامك تمام. دي محاوله من كده، بس هي اللي كتبت الاجابه دي انا فاهمه هو شايف. انا شايفه الصراحه ان هو مش بقول لا انت ميته من الضحك من بطريقه غريبه. ده عملت لي كده الصباع بتاعها. ايوه يا بنتي انت لا عشان في نقطه معينه انت شايفه ان ليه شايفه ان ده هيبوكرسي يا بنتي بقى ردي عليا فوقي بقى. ما تزقش ليه؟ قولي ليه شايفه ده اصل احنا قعدنا نشيل ونحط ونشيل. انتوا قرفتوه يعني فعشتوا. انا بتكلم عن الاجابه علشان انا مش شايفه ان هو كونسبت صح. ايوه لا ليه شايفه برضه ان هو هيبوكرسي كونسبت صح مش اخلاقي. يعني الباقيين تحسي ان انت بتدي فاليد ايموشنز، لكن هنا انت مش يعني مش قادره تدي اصلا. لا انت مش بترجعي اللي قدامك عن الحاجه الغلط اللي هو بيعملها. يعني انت بتعملي حاجه غلط وترجعي نفسك عنها عشان انت عارفه مصلحتك، بس شايفه ان اللي قدامك بيعمل حاجه غلط مش بترجعي عنها. دي اجابه لازم حبيبتي يعني not being the virgin of myself I promised I'd be. ايه not being the virgin of لو انا بتكلم فرنساوي الانسر اللي هو ان انا ما بقاش النسخه من نفسي اللي انا وعدت نفسي ان انا ابقى. ده اجابه حلوه على الموضوع ده ولا فاكراها. ده بقولي كده ان انت اعتقد والله اعلم قالب انه حاجه هي كده فالid. فكره ان كلنا عايزين نوصل ان احنا نبقى احسن فيرجن من نفسنا، بس انا يعني انا لما حد يكلمني هقول له ان ده فالid، انا هعرف اقول له ده، بس انا هقعد اعاتب نفسي، هعمل لنفسي محكمه. على فكره دي فعلا ده كلام مريم صح فكرتي يعني. لا بجد مش والله العظيم انا مش بقى عشان مش عارفه اصيغ الكلام، بس لا هي دي ذاكره الناس اللي في العشرينات بيقولوا في حاجه كده ان البني ادم حاجه غريبه جدا. worst critique. انت اوحش محكمه. بس ده الانسان اللي مش مريض على فكره. انا نفسي افهم محاكم الاسره اللي قاعده فيها دي. انا مش فاهمه يا جدعان على فكره ده مش الانسان ده الانسان اللي مش مغير اللي مش مغير. هي في فرق ما بين ان انا ابقى بجلد نفسي حرفيا، انا بجلد نفسي، او ان انا بوقف نفسي، انا عايزه مصلحه نفسي، فانا مش بريح دماغي او مش بكبر دماغي عن الغلط اللي انا عملته، او ان انا بعمي نفسي عن الحاجه اللي مش شايفه. لا انا شايفه وعايزه اوصل ان انا اكون حاجه احسن، بس في فرق بين ان انا ابقى عارفه ومش بلوم نفسي مش بدخل يعني مش هكتئب او مش انا احس ان انا على طول بالتقصير، بس لازم ابقى عارفه ان كان في احسن او يعني لازم اسيب يعني ان الشخص اللي بيحط نفسه في الحته دي مش بيتبسط
وممكن يبقى عمل انجاز مش هيتبسط بيه، هو مش شايف ان هو دي حاجه كويسه، دايما شايف نفسه ان هو قليل. في فرق بين ده وبين ده. عشان عارفه ليه؟ لان المفروض الانسان السوي المفروض بيسعى دايما ان هو يحاول يكون احسن. لو هو شايف دايما ان هو بص، أنا صح ممكن عمره ما هيوصل. بالظبط انا ممكن اقول لك يمكن الكلام ده كان اتفتح في ايه، كان فتح في السيره الدينيه يعني. ازاي ان انا كنت بتكلم ان انا حاسه ان انا مقصره، وان انا يعني مثلا في حاجات يعني بطلت اعملها او حاجات زي كده. فانا كنت وقتها في الحمد لله بعمل حاجات كويسه. واحنا بنتكلم، فكان الشخص بيقول يعني انه لا، او يعني ما تعمليش لنفسك كده، وان انت يعني ما تشوفيش على طول الوحش، انت محتاجه تشوفي ان ده يعني ان ده كويس. فانا كان ردي انه انا لا، انا مش بقلل من اللي انا بعمله، انا شايفه اللي بعمله ده كويس والحمد لله، ويعني بحمد ربنا ان انا وصلت لده. بس انا مش عايزه زي اريح نفسي، مش عايزه اوصل ان انا ابقى مكتفيه باللي انا فيه، لا انا عايزه ابقى احسن. ففي فرق ما بين انا ما بين نفسي عارفه ده، وما بين ان انا ابقى شايفه ان ده مش كفايه. فكرة ده ابقى شايفه ان انا يعني ان انا بعمله ده مش انف، انا كده يعني ايه، يعني زي بجهد نفسي، او ان انا يعني بنتهك شعور جوايا، يعني ان انا امتلك شعور دي شريك. لا مش هشيلها حلوة ليها، قوي. بس جملة قوية جدا. عميقة. بعد ما بتعمل كل ده بتشوف ان انا خلاص، انا ما فيش حاجه في حياتي كويسه، اغلط بقى. على فكره دي دخلت شيطان. ايوه بالظبط. شيطان. هو الشيطان بيبقى على طول عايز يحسسك ان انت مبسوطه ليه، انت ليه عايزه انا سرحت اللحظه عشان لقيت شيطان، فانا لما فجاه جيت قلت له انت مبسوطه ليه، فانا لا اله الا الله. الساعة 3:30 الفجر. فعلا حبيت اقول هذه المعلومة. فعلا الساعه 3:30 الفجر. وانا هموت وانام ساعة. بس احنا هنكمل. عايزة انام ساعة. ايه؟ عايزة انام ساعه. قولي ايه بترد عليا دايما تقولي ايه لما مفيش حاجه اسمها نوم. الانسان ممكن يتغلب على حاجات كتير جدا منها النوم. ليه حد يتفهم اللي قدامه وما مش مدي يعني ما يتفهمش نفسه؟ ليه؟ عشان احنا قلنا ان البيرسون is the biggest critique. لا ما هو برضه يا لهوي يا جدعان، انا من كتر ما انا بنام الكلام ده بيطلع حاسه مش عارفه الاقي حاجه، بس هو الموضوع في حد ذاته غريب عليا، لان في العادي الواحد لو مش بيمر بالموقف نفسه هيكون شايف انه سهل واللي قدامه بيكبر الموضوع، لكن لو forgive others دي صعب. هو ليه مش بيجاوب على السؤال؟ مش ده السؤال. عشان مش عاجبه. ايوه او شايف ان انا ليه الكلام اللي انت بتقولي انا لسه مع حد اصلا. انا بيقول لك في العادي الواحد لو مش بيمر بالموقف، يعني انت لو انت مش في مكاني هتشوفي ان انا مكبره الموضوع، فاهمه؟ فتعاطف معاه ليه واقول ان هو يا عيني. ده تقريبا انا اللي كاتبه، بس هو حد شبهي. مين شبهك؟ يا كريم. هو ولا انت؟ حاسه يا لهوي يا ملك. الموضوع مش مهم. طيب انت بنتكلم عادي، هو الكلام بفلوس. والله ما انا والله ما متضايقه والله. كان دلوقتي بساعة. انا عايزه انام. انت عايزه تنامي يعني؟ انت عايزه تنامي؟ مفيش حاجه اسمها ان انا مفيش حاجه اسمها يا جماعه انت امبارح بتقولي لي المعلومه دي خلاص. انت عامله رعب ليه؟ انت عامله لها رعب ليه؟ انت مش انت اللي كمل بقى الاجابات اللي ورانا بقى. اللي ورانا مش قادره. لا بس بصراحه انا مش مقتنعه بالكلام ده، لان انا مفيش بحس حاجه منه. البنت انت كمان لو كلمت كلمه بسرت. انا مش مقتنعه بالكلام ده، لان انا بحس ان يو شود هاف، انا قايله لك الريكورد مش هاف ايه؟ انا مرتبطه صوتي قوي. انا عرفت منه والله. ايه شو هاف ايه؟ انا مش مقتنعه بالكلام ده، لان احنا بنسمباثايز مع الناس حتى لو احنا مش بنمر باللي هم بيمروا بيه. مش كل حاجه. انا بسمباثايز مع دي برضه لو انت قادره. بالظبط. يس بس انا يا جماعه بحس ان ده انت من ضمن عودتي الحاجات نفسك انك تعملي من ضمن ده. الحاجات اللي انا بفورجيف in others but not in myself، ان انا بشوف ان انا لازم اتعاطف مع اي حد بيمر باي حاجه صعبه عليه. انا فاهمه ده، بس بتكلم انه في ناس ما بتقدرش، يعني هو اللي كاتب ده هو مش بيقدر يعمل ده. اني اشيل لغيري حاجه تخصني او انا اللي المفروض اعملها.
هو مش ذنب يعني عشان تفوق خلاص. لا this is about responsibilities. يعني I would forgive ان لينا تديني responsibility انا واشيلها، والresponsibility دي بتاعت لينا، بس I wouldn't let لينا تشيل responsibility اللي انا المفروض اشيلها. فاهمه؟ انت عندك مشكله، انا ممكن احلها، انا اخدها انا as my responsibility ولا is your responsibility. لا بس دي حاجة مش صح. هل لما البني ادم بيلاقي their partner وبيتجوزوا، هل المفروض ان الراجل ده يشيل المشاكل اللي انا عايشه بيها في حياتي ولا لا as a personal life بعيد عنه؟ بصي هو فكرة يعني لا انت هي لا ما تدخليش responsibility موضوع من في ناحية الجواز، إيه؟ معلش. الجواز حاجة تانية. الجواز مشاركة في كل حاجة في الحاجات دي. بس مش لازم القاعدة دي تنطبق على بقية العلاقات. لا انا بس عايزه اسال سؤال، هي responsibilities من ناحيه ايه؟ هي ليه هو انا اتجوزت او حاجة ليه بصيت لي كده؟ بس مش انت عندك responsibilities مطلقين بقى، خلينا من discussion ناحية مطلقين. في حياتنا responsibilities. اصل هي حاجات كتير، حاجات في انت حاجات مسؤولة منها. منها. بس خلي بالك مسؤولة على فكرة speaking from انت بتتكلمي شغل، بتتكلمي لا طبعا مش شغل ده مش هيعرف يشيلهولي. على فكرة في حاجة لا ممكن يعني. الإنسان خلي بالك من الموضوع ده. بصي هو خير الأمور الوسط، بس في ناس أنا يعني مش experience بتاعتي أنا، بس أعرفها. هي الناس من كتر ما هم فعلا بقوا يحملوا اللي حواليهم مسؤولية إن هم يحلوا لهم مشاكلهم، ما بيعرفوش يحلوا مشاكل نفسهم لوحدهم، ما يعرفوش أصلا يحتاسوا. فهو يعني في نفس الوقت ممكن فعلا حد يساعدني احل المشكله عندي او كده، بس لازم اكون عارفه ان انا لو لوحدي ممكن احاول احل المشكله دي. فاهمه؟ sometimes you're tired of being alone. ايوه، ما انا بقول لك هي حاجه حلوه، المشاركه دي حاجه حلوه، ان حد هو بيتكلم انه مش بيعرف يشارك، صح؟ ان حد يشيل عنك مشكله، دي حاجه مش دي حاجه حلوه، بس في نفس الوقت لازم يكون في يا جماعه برضه اللي مش بيعرف يعتمد على نفسه. انا اقدر اعتمد على نفسي. فهمت. معلش هو كده حد يعني هو مش فكره فاشل، بس يعني انا عندي مشكله هيفضل معتمد على اللي حواليه. انا عندي مشكله كبيره جدا ان انا عايشه طول حياتي independent. انا في حاجات كتير قوي في حياتي انا اللي شايلاها وانا اللي مسؤوله عنها وانا اللي مش عارف ايه، ومش عايزه حد يتدخل فيها. بقعد افكر انا لو دخل في حياتي لايف بارتنر، المفروض ان في من ضمن هذه الحاجات اللي انا شايلاها المفروض هو يشيلها. مظبوط. انا مش هعرف اسيب له ان هو يشيلها، ما انا مش بزرار. انت اتعودتي. بس أيوة، هي عشان فكره هي لينا بتقول انه صح ولا غلط. لا هو المفروض يعمل ده، بس كفكره ما زي ما بتقول احنا لسه بنتكلم على ان ما حدش يتعود على مش عارف ايه. انا فاهمه انت ممكن لما تحطي في موقف ان في بارتنر وكده، ممكن تلاقي نفسك ان انت خلاص انت يعني بتسيبي المسؤوليات دي واحده واحده، وهتلاقي نفسك لا احنا اتعودنا. هي تعود يا مريم، زي ما انت اتعودتي على كده، واكيد الموضوع في الاول كان صعب. انت في حاجات هتتعودي لا، ما بس عرفتيهاش على معانا فكرة دلوقتي. هو الموضوع محتاج مجهود منه هو. ايوه طبعا. شكرا يحسسك هو ده اللي انا بحاول اسمعه من الصبح. ان هو يحسسك ان تمام. هو اكيد سيسي طبعا هو لازم يبذل effort عشان يحسسني انه عايز يشيل معايا، ان هيز ويلنج ان هو يشيل معايا. سكت خالص. بس هو اللي هو يوصل الشخص ان هو يبقى شايل نفسه كده، ان هو لا ان انا ما فيش غيري يشيلني. هو بالظبط. فانا عايزه اطمن ان اللي قدامي ده هو فعلا عايز. انا مش تقول تقيلة. عليه. هو انا كلامي غريب، ما انا قلت لك يطمنك ان هو قولي اكتر من كده يا جدعان. الموضوع ده مش بتكلم برضه مش سامعاني. ايوه بتتكلم اللي جوه اعمل ايه؟ ده صح انا فاهمه قصدك. بس انت ساعتها لما بقى لما يكون في لايف، يعني لما يكون في بارتنر ساعتها، ونشوف بقى هو يعني الشخص ده بيتعامل ازاي، وانت فعلا قدرتي تثق ان هو يشيل معاكي مسؤولياتك، ساعتها بقى نتكلم. بس انت يعني ما ينفعش تحطي قاعده ان هو لا انا ما اقدرش ابدا ان انا ما اخليه يعني اسيبه يشيل مسؤوليته. مسؤوليتي. ما بقدرش ابدا، بس انا مش بزرار. مش بزرار، مش هتيجي لا بتعود. يعني هي بتقولك دلوقتي انا دلوقتي انا مش مريم. هعرف، مش شايفه ان ده حاجه موجوده. انا مش شايفه ان عايزة حاجه أتكلم. عشان هو مفيش بارتنر دلوقتي. عايزة دي أتكلم. الفكرة، ما اقدرش أتكلم تست ثانية الثيري واحدة. دي، فاهمه؟ ممكن ثانية. ممكن اتكلم. اصل بقول لك يعني الكاونت مين؟ انا قلت كام مره ممكن اتكلم. تمام مش بعملها الكاونت. يا مريم انت في الاول اكيد مثلا في حاجات كنتش تقدري تعمليها معانا، بس لما اتعودتي عليها اديتي نفسك تعمليها. هل انت مثلا في الاول خالص كنت تقدري تيجي تقولي لنا تاخدي راينا في اي حاجه عامه او ما عرفتينا؟ يعني انت عارفه ان انا بعمل كده اختبار للناس. اختبار ايه؟ بروح اختبر الناس اللي انا اخد رايهم في حاجه واشوف هيقول ايه. شكلك غبي.
قرار المتخلف. يعني مثلا هقول لك حاجه، انت مثلا فور اكزامبل مثلا، يعني انا مثلا كملك ما كنتش قادره تحركيش. انا بحكي للناس كل حاجه. لا يا ندي اكزامبل انت مثلا، لا انا معاك ايه، لا مش هي دلوقتي في يا نهاري اسود. انتوا بقى باباك ومامتك لما يجوا يلاقوا بقى الناموس متنطر في كل حته لا طول انا تعبت، انا رجلي تعبت. انت تقدري، انت في الاول خالص كنت تقدري تحكي لنا مثلا اي حاجه سنسيتيف او اي حاجه عن مريم؟ لا انت دلوقتي قادره تعملي كده؟ وثقتي بدأتي واحده واحده عرفتينا لحد ما هل احنا اجبرناك انك تحكي ولا انت تيجي من نفسك يا اجبرناك؟ جماعه هي ما قالتش لا، ما هي ما قالتش ان هي معترضه ان لما الشخص يجي انا هعمل، في شخص انا منشفه هيحسسك. دماغي وانا هشيل المسؤوليه. في شخص هي ما قالتش لا، يعني شطاره على الشخص. هي قالت بالظبط بالظبط. بصوا يعني نتفق او نختلف مع هذه الانسر فور سم ريزن. هي معصباكي ولا ايه؟ لا هي بتحب الشخص قوتك قوي، يعني تحسي ان الشخص ده ممكن يكتب poems when someone feels nostalgic or carries an echo of an old love. ما تقوليش ان دي جمله عاديه يعني لا 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 خالص. ده لازم حد يكتب اشعار بجد. مقصودين بالكلام الناس. يا جماعه شكل حد ايه الانجليزي اللي انت بتقوله ده؟ يا جماعه شكل ممكن حد يكون جرب يقرا كتير عامه. لا حلو قوي بس لا انا ملاحظه في ناس كتير شبهي. انا شايفه ان الاراء اصلا والاجابات شبهنا جدا برضه. طيب ككونتنت بقى انا مش بحس ان انا كنت لسه حالا بكلمكم على موضوع الميموريز وكده، ان انا مش بتضايق من ضمن الحاجات بتاعه السايكولوجي. ماشي، من ضمن الحاجات بتاعه السايكولوجي ان you should learn how to filtrate مش هسيبها لك على وشي تضربيها. ماشي هسيبها على وشي. انا you should learn how to filtrate your feelings. احنا مش filtrate شغالين your غير memories. شغاليه عادي. كنا ناسينها يا جماعه. الدقيقه دي اللي هتموتنا. هو يا جماعه ان احنا نفلتريت الميموريز بتاعتنا والايموشنز، ان انت تعرفي زي ما انت بتقولي هل الشخص ده كان توكسيك فانا مش قادره استحمل وجود الميموريز بتاعته معايا، انا I need to let it go، ولا انا يعني strong enough ان انا يبقى عندي الميموريز وقادره احتفظ بيها مع ان الشخص ده انا وهو ما نقدرش نبقى. ده الريزولوشن من النقاش اللي احنا اتناقشناه. بس ده صعب يا لا جماعه. ده صعب. لا ما هي يبقى دي يبقى هي يا جماعه في حاجه ثالثه محدش بيتكلم عنها. لا انا قصدي في ناس ما بتعرفش تنسى. ما على فكره انا ما بعرفش انسى. طب يا جماعه شفت filtrating your memories حاجه وانت تنسي حاجه تانية. شفت ريل يا جماعه بمناسبه الموضوع ده بيقول لك ان في واحده كانت بتقول ان هي في الثلاثينات واكتشفت ان 45 تقريبا في المية من حياتها هي مش فاكراها. انت متخيله ان انت عارفه ان هي الناس اللي بتعيش in denial في مرض نفسي اصلا، ان الناس بتنسى من كتر ما هي اتألمت في انت عارفه حياتها. ان انا في مواقف كتيره جدا انا والله العظيم نسيت، بتفاجئ من ملك لما بتقول ده حسن يا بس حسن هقول لك على حاجه، مش ممكن. انا بحس ان انت عارفه بقى ان انا عايشه في الدنيا مع مريم عوض. انا عندي فقدان ذاكره. بس لا بس والله مريم العظيم انا بشوف بني ادم بنساه لا بس مريم واقول لا ده مين الراجل ده، لا مش حاجات الحياه كله. لا مريم انت في ناس اقسم بالله بتاخد 10 مره اقول لك اساميهم بنسى والله، بتكسف قوي بأحرج. لا بس لا ما بتعرفش مين دول بتكلم عن كده المواقف الوحشه. لا وعيش انا بقى مريم انت المواقف ناس بتبقى اتكلمت معاهم، ناس بتبقى اتكلمت استنى. معاهم وعاشت معاهم واتكلمت وعملت حاجات كتير قوي. مين ده؟ المواقف الوحشه وانا صغيره بالذات ما بنساهاش ابدا، ما بنساهاش تو ذا بوينت ان انا فاكره مين كان لابس ايه وكان قاعد فين وقال ايه وانا كنت فين، فاكره كل حاجه. لدرجه ان على فكره برضو سايكولوجيكلي ده معناه انها حاجه هيرتنج، يعني حاجه انا مش عارفه اتعافى منها لغايه دلوقتي. بس عايزه اقول حاجه، زي ما يعني ملك بتقول. الحته اللي انا بتقولها بتاعت ان هو من كتر ما هي حاجه مؤذيه بينسى بصراحه. على قد ما الواحد ان الشخص ده يصعب عليكي بس تحسي بالظبط نعمه، النسيان نعمه فعلا. انه ما هو في الاخر انا اللي بتعذب، الوقت مش هيرجع والموقف مش هيتصلح. يبقى انا وصلت الريزولوشن للنقاش ده ان هو فعلا هي في الاخر هو غالبا كل واحد بالاكسبيرينس وقدرته. لان لا انتوا عارفين يا جماعه برضو قريت قبل كده بيقول لك ان الانسان يا جماعه ده عامل برضو ميموري بتاعته، مش انت مش بتقعدي بقولك ازاي. انا بص انا مش عارفه المعلومه دي صح ولا لا، بس هو كان بيقول يعني من ناحيه برضو السيكولوجيه وكده ان انت عامله زي يعني ميموري، يعني حاجه انت بتعملي تمليها رجوع، فانت المفروض الحاجات دي يعني عشان اقعد ازود عليها لازم برضو شويه منها تتشال. فهو طبيعي فعلا في حاجات بتتنسي، يعني في حاجات بتنسي. الفكره بقى لما في حاجات بقى زي ما انت قلتي من الطفوله انت فعلا ما بتنسيهاش، يعني ده بيقول ايه بقى، فاهم؟ يعني ده خلى الواحد يفكر ان هو في حاجات اللي هو طب اللي ما بتتنسيش دي هتفضل موجوده،
يبقى اللي بيحصل دلوقتي ده هيتنسي. انت مع قصاد ان انا مش عارفه انسى اللي فات. هي حاجه، هي معضله بس مش عارفة. ربنا كريم ان شاء الله. عامة it's normal to carry an echo of an old love. لا بس old love دي انا مش فاهماها اصلا. انت عشان انا كنت فانا مش عارفه افهمها بأنهي معنى. I believe حب قديم. ده الترجمة الحرف ده الترجمة الحرف اللي انت قلتيها. حب حد كان موجود يعني قبل. ماشي. ايوه بس يعني ده حاجه يعني علاقه ولا اللي هو يعني حاجه يعني مش فاهم. انا حسيت ان اولد لايف من الحياه اللي الكلام اللي هو بتفرق معاكي في ايه في المعنى؟ مش عارفه. لا تفرق بالنسبه لي عشان يعني كان لانهي مدى يعني؟ لا مش كده يعني. قولي جمله الاول ماشي تاني. When someone feels nostalgic or carries an echo of an old. اصل انا ممكن احس حاجه زي كده، بس ممكن تبقى علاقه من نوع اخر اللي هو مثلا صداقه مثلا او يعني حاجه. طب حتى حاجه مش يعني مش عارفه اشرح. كملي يا جماعه عشان ما نعطلش. بمناسبة تقول love دي يا جماعة، أنا بحس إن الناس بتحب كذا مرة في حياتها بصراحة. ايه؟ بحس إن الناس بتحب كذا مرة في حياتها. الفنانة شادية لما قالت القلب يحب مرة دي لما طبعا انت شفت الفيلم؟ في فيلم كده هو طبعا فكره لحد قوي، لا والله خلاص بقى. بس هو كان فيه حد فيلم عربي كان بيقول لك كان في فيلم كده بتاع نازل جديد لسه حتى ما شفتوش، بس هو كان يعني الفكره نفسها يعني هي ما بين الترانزيشن الايه. ان هي حد توفى، ما بين ترانزيشن يختار مين الحب القديم. ايوه اللي هو هو الفيلم ده عايز اتفرج عليه. انا فعلا قعدت افكر هو طب هو لو يعني في خيال علمي ده انجلش. لو فعلا حد يختار transition phase. ايه حاجه ما انا بقول لك فكره مش منطقيه يعني خيال علمي. انا ما سمعتش الفكره. ان هم الثلاثه ميتين وانت حبيبك الاولاني كان مات قوي وانت شوفها القديم. وفي واحد تاني اللي هي خطيبها باين او جوزها مش عارفة. غلط اللي عاشت معاه يعني الكارنت موجود دلوقتي هو مات برضه يعني. هم الثلاثه ماتوا تمام، بس حبيبي الاولاني كان مات. المفروض ان هي بتختار يا اما تكمل مع يعني تقعد بقى تعيش مع حبيبها الاولاني اللي مات تمام، ولا تعيش مع اللي هي كانت عايشه معاه قبل ما تخش الجنه. تختار مين؟ حاجه يا جماعه فكره غريبه جدا يعني. فكره ان هو طب ما هي فعلا كانت بتحب حبيبها المعضله دي فاهمه زي ايكويشن. انا قلت معضله بس قلت ايكويشن برضه. المهم هم كانوا جايبين ايكويشن ان هو الحب القديم ده ما كملش وباين قعد سنين صغيره قوي، والتاني قعدت معاه 65 سنه وهي كانت بتحبه جدا في الحياه انا فاكره ما اعرفش فعلا نهايه الفيلم ده عامله ازاي. مش عارفه القصه، بس هي الفكره نفسها. بس حاجه اتحرقت. هو احنا بنحكي كده ليه؟ مش عارفه. انا حاسه توه. طيب مش قصدي بجد، بس انا مش فاهمه. تعالي اضربيني زي الناموس اللي عماله تقتليني اضربيني بالنار. ممكن اسامح تقصير او قله اهتمام من ناحيه حد يكون صاحبي قوي، بس عمري ما سامح نفسي لو عملت كده. كان في انسر شبهه. طيب not healing fast enough. دي مختلفه قوي. دي بقى جايه جايه قوي دي جايه قوي دي طعنها الراجل. انا بحس ان هيلينج في بعض الامور لازم يبقى فاست، وفي بعض الامور ما ينفعش. زرار بعض الامور مش زرار. في مواضيع ما ينفعش تكبريها، في مواضيع ما ينفعش تحسسي نفسك. لا بس معلش هو يعني ازاي هو لازم. انا حاسه ان هي لازم الاثنين يعني. لازم ان انا زي هدي الفرصه اللي قدامي او مش هغلط اللي قدامي ان هو يحس ده. وانا لازم اعمل ده. انا لازم احس الحاجه وبعدين ابقى بتكلم مع نفسي ان انا لازم بس ان انا احس انا ليه لوم نفسي على حاجه بحسها. حاجه مش هتسجري. انت اصلا بجد اللي انت قلتي في الاول يعني ممكن رايي قريب شويه لندى، بس دي حاجه نسبيه جدا 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 جدا. انت ما تعرفيش اللي حصل ده يعني يا جماعه. الهيلينج ده حاجه يعني انا شايفه من وجهه نظري ان هي حاجه فعلا بجد نسبيه، وعلى حسب بقى الظروف واللي حصل له قبل كده. يا بابا تعويره قد كده اكيد مش هتهيل بحجم تعويره قد كده. انت التعويره اللي قد دي كده بالنسبه لك على انت صغيره. مش بتكلم على بالنسبه لي انا، بتكلم على بالنسبه اللي قدامي ده اللي بيهيل. ماشي. انت ممكن تبقى تعويره صغيره ما ينفعش هو يكبرها، ما ينفعش تعمل معاها انها تعويره قد كده. طب ولو واحد عمال يكحت في التعويره دي لازم يسيبها. هيلينج يعني انا قررت ان انا هبطل العب فيها وهطهرها وخلاص، مش هاجي ناحيتها تاني وبعالجها بقى. ايوه انت زي ما انت قلتي انت بتطهريها وتعالجيها. هل بقى افرض واحد مش بيعمل كده يبقى از نوت هيلينج؟ ازاي يا بنتي يبقى ده نوت هيلينج؟
لو انا عماله انبش في موضوع يبقى I'm not healing، ولو كبرت عشان انا عماله انبش اضطر ان انا اخد وقت اطول في اللي انا عليه. على فكرة أصل هي برضه من ناحيتين، من ناحية يعني مثلا في ناس ما بتعترفش أو مش أو بتقعد إن هي زي تignore الايموشنز بتاعتها أو حاجة زي كده، فيجوا في الآخر هم يعني ده اللي بيتعبهم أكتر، ده اللي بيخليهم مش بيعرفوا يهيل. وعلى العكس تماما في حد من كتر ما بيقعد يفكر في الموضوع ويتكلم فيه كتير، الاكستريم وحش عامة. احنا محتاجين بس نبقى فاهمين اللي حاصل، احنا محتاجين نفهم نفسنا. شو عامة انت اقنعتني يعني، بس ماشي. انت مالك عايز تقولي حاجة؟ بس التعبير الصغيرة دي ممكن تكون بتوقع اكتر. ايه بنتك؟ لا لا التعبير الصغيره لا 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 هي قوي. لا 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 تعالي نتكلم بجد. رأيت فنانة ليك الواو كنت متأكدة انت عايز تقوليها. معلش بس هو مش شايفة بقى حاجة، هو اوريدي خلاص شايفة حاجة كبيرة قوي. انا عايزة انام، ده تأثير النوم. ما هو شايفها طب دي. ما ده انا لسه مريم حالا بقول هو التعبيره دي قد كده هو ولا فعلا قد كده؟ ممكن يكون عندي تعبيرة صغيرة، بس انا عمالة اتفرج عليك من بعيد، مش بعمل حاجة يعني، بتعوق. طب يعني على صباعي- فكره التعويرات لما بتسيبيها خصوصا لو صغيره بنت هي لوحدك. يبقى عندهم بجد كلام مبين قوي ان هو مش قصدي تعبيرات. لا انت قصدك بقى ان تايم والهيل بقى والكلام ده. Girl I think time heals. I think time heals. اللي بعده خلاص بقى، عشان متأكد عايزة انام. احنا ممكن ملك تنام ايه دلوقتي؟ تريحنا ونكتب على وشها ملك نايم. مخلص للصيام. اني احب حد عمره ما هيبقى معايا. So I sympathize when people fall into toxic patterns but not myself. بس ده ايه ده يعني انا ولا هفورجيف اللي قدامي ولا هفورجيف سامع الشخص اللي بيقول ده. لا انتوا عارفين، لا انا عندي مشكله يا جماعه مع الناس اللي بتفول انتو توكسيك باترنز، ان انا بزهق منها. انا بفضل ادي قوي واسبورت قوي والاقي ان نفس الغلطه عماله تتكرر. انا بيكرهني حاجه، بحس ان انا بفقد جزء من حياتي، فبقرر ان انا انت في حاجه تفكرك بحاجه مفيش بعد الرجلي بس. انت كده بتاعتي انت بتموتيها. كمل لنأسف في المقابلة. فبحس ان يعني التوكسيك باترنز ليا انا كبني ادم بره الموضوع مقرفه. بطلت انا اخش في الحاجات دي عشان انتوا عارفين مين اللي بيخلي الحوار ده جامد قوي؟ جماعة ندى. يا بنتي صحابي كانوا أيوة. بيبقوا التوكسيك باترنز وانا كنت ببقى بسبورت جدا. تخيل في مدرسة مثلا ده بحاجة بشعة. انت مش فاهمه ده انا كنت قرفان. لا انا اساسا انا حاسه ان انا مش بتريق على الموضوع، بس ان المدرسه بتبقى يعني الموضوع اوحش. هو مش يعني موضوع مدرسه ومش مدرسه، في جميع الاحوال التوكسيك باترن وانت الشخص اللي بره اللي بيحاول يخرج الشخص اللي في التوكسيك ريليشن شيب صعبة دي قوي يا جماعة، صعبة. بشعه، وحشه قوي، صعبة. وحشه. وبعدين على فكرة يا جدعان محدش بيتكلم، هي كمان بتستهلك منك انت اللي بيحاول يخرج دي، بتستهلك منك طاقة ووقت. أيوة. بس انا بس صعب. عايزه اقول حاجه اللي احنا كنا بنقوله الصبح بتاع ان انت السيلف وورث عندك هو اللي هيخليكي تشوفي ان انت تستحقي حد كويس في حياتك. ان انا احب حد عمره ما هيبقى معايا دي انت بتدمري نفسك بصراحه. يعني you should فعلا have self worth ان انا عايزه حد يبقى معايا عشان هو عايز يموت نفسه عشان يبقى معايا. لا انت عارفه في جمله جميله جدا قريتها برضو يا جماعه انستجرام ريلز بتاعته بقت عندي غريبه، بس شفت جمله كده ان هو نفسي ان الناس تعرف قد ايه انت بتحبي نفسك لما يشوفوا انت يعني مثلا انت متجوزه مين، ساعتها لما يشوفوا انت متجوزه يعني مش لا انا فاهمه هي اتقالت طبعا في الريل بشكل اشيك من كده بكتير بس يعني معلش اللي هو متجوزاه او كده يعني اتقالتش كده خالص، بس اتقالت بشكل فيها اشيك معناه. كتير اللي هو ان people can tell how يعني ان هو انت بتحبي نفسك قد ايه عن طريق ان هم يشوفوا انت مع مين اصلا. انت لو انت مع حد كويس فهم لا دي فعلا بتحب نفسها. ايوه بس لو حد وحش لا يا عيني دي ما فيش يعني فاهمه كده. فدي انا الجمله انا بحس ان السيلف وورث عامه من الحاجات اللي هي بتحرك البني ادم في كل حاجه في حياته. يعني if you don't feel confident in your looks الناس مش هتبقى عارفه تشوفك حلوه. و if you feel confident بقى in your looks كل الناس تبقى شايفه ان ايه اوف البنت دي اموره جدا. صح. فالسيلف وورث ده جدا يا جماعه كمل. اصلا البنات اللي بتدخل دلوقتي في توكسيك ريليشن شيبس
البنات اللي هي انت تشوفيها اموره قوي تقعدي تقولي هي ازاي وفيلم مصاحبه الجربوع ده. يا نهار اسود، الجانب المؤلم من علاقتنا عامة ان احنا بنركز في حاجة. انا بركز في حاجة زي كده ليه؟ دي حاجة على فكرة بتضايقني جدا. بتركزي في ايه؟ والعكس صحيح. قصدك ان دي حاجه بتخوفك على نفسك؟ لا ايه ده؟ انا قصدي بتركزي في ايه؟ بركز في علاقات ناس كده. الايه؟ ان انا ساعات بشوف الناس فعلا شخصية كويسة جدا، مش بتكلم ان هي بنت او بس شخصية بجد يا جماعة كويسة جدا مع شخص بجد ما يستاهلش. الموضوع ده بيألمني قوي. أيوة. بحس ان انا متأثرة بحاجة وبتضايق قوي. هو ايه اللي حاصل في الدنيا عشان ده يحصل؟ لا اصل في حاجات بتبقى باينة يا جدعان، في شخصيات فعلا بتبقى باينة. انا مش عارفة ليه بيبقوا كده. بلاش نقول مش عارفة ليه. قصدك ايه يعني؟ it's toxic patterns. it's toxic patterns. فهمت قصدك. وعلى فكره التوكسيسيتي هي playing on traumas. ايوه يعني انا عرفت ايه التروما فين، فبلعب بقى عليها عشان اوطي السيلف ويت. انت عارفه ان هي حاجه مخيفه جدا. فاكسرها. ده مش بس تروما، هو وصل evil. he's evil. هو مثلا يعني قعد فهمك لدرجه عارف خلاص هي عايزه بيصطاد. انا عرفت هي عايزه ايه. شوف هيديلك الحته اللي انت عايزاها دي ويبهدل الدنيا بره. يا جدعان عشان ناخد الاجابه في حته تانية. هي ممكن اللي كتبت ما هي ديسكشن، مش ده ديسكشن. لا بقى الناموس بقى. بحس اني عيله قوي لو عايزه اتنشن، بس مش بحس كده مع الناس. برضو مره تانية احنا كنا بنتكلم عن الاهتمام في العلاقات وكده. انا شايفه ان الاهتمام في العلاقات ده حاجه نورمال. احنا طبيعي اننا نبقى عايزين ان اللي معانا في الريليشن شيب ايا تكن شكلها ايه يبقى بيهتم بيا. شو بس هي مش حاجه معيله بقى. لا منك انا بتقول بس. ايوه بس to a certain extent. ماشي. ما هو زي ما هي كانت بتقول you should not be seeking attention. وبعدين يعني انت عارفه ده الشخص اللي يعني بيعمل كده، انا شايفه انه المفروض يسال نفسه انا ليه بعمل كده اصلا. اكيد في سبب يا جماعه، ما هو ما عادش مش بس يا جماعه برضه هو الشخص اكيد بيبقى محتاج يعوض ده في المكان. ايوه يعني مثلا ناقصها ده في حته هتعوضه في حته تانية. خلاص بقى لما تسال سؤال يبقى دي الاجابه اللي هتلاقيها. طب ما لقيتش مكان تعوض منه ده. دي مؤلمه قوي. ربنا يكتب لها. هتفضل بقى بتزيد بقى والله العظيم. لا بدعي لاي حد. وبعدين اصل هي برضه ممكن تبقى حاجتين، يعني ممكن تكون مش بتلاقيه بس هي يعني الناس اللي حواليه مش واخدين بالها يعني لو عرفوا هيبقوا عايزين يعوضوا ده. وفي ناس تانية بقى تبقى بجد صعبة ان هم ممكن يبقوا يعني يعرفوا بس حاسين انه ده استهباء بتدلع عليه. عامة دي حاجة. لا وحاجة تانية في ناس ممكن تبقى بتحبك قوي بس they don't give the type of attention you want to get. بالظبط. يقول لك انا ببين ان تاني صحابي بشكل مختلف مش عارفه ايه. لا مش وحشين قوي، مش بالصوت ده. لا يا جماعه الجمله دي صعبه قوي. الجمله دي بس دي طريقه حبي انت بنت. ايوه طريقه تعبير. اقول لك على حاجه، انا كمريم مش هبقى بكره الشخص ده بس هبعد عنه. انا بجد ما قلتش مش مريح يا جماعه بالنسبه لي. انا ليه اقعد مع حد يعني ما بقول لك ان حاجه بتضايقني انت بتعملها ليه؟ ده انت مستفز قوي يا اخي. انا مش فكره حاجه بتضايقني، بس انا بقول لك يا عم ما هو وصل يا عم. انا بقول انا بحب وحشه قوي يا جماعه. دمي تقيل دمي تقيل قوي يا جدعان. سيبوني اكمل الجمله بس. انا شايفه يا جماعه ان انا لما اطلب حد بحاجه بطريقه معينه، بعيدا ان انا بالنسبه لي انا كمان انا جيت على نفسي قوي عشان اطلب لك الحاجه دي تجيلي ازاي. لكن انت تقول لي اصل دي طريقه تعبيري واصل انت مش عايز حتى تحاول انك ترضيني. لا انت عارفه لو مثلا بره موقفه انه يعني ما كانش عارف في الاول انا مش بعرف اعمل ده او يعني انا ساعتها تحسي عارفه لو قال انا willing to learn بالظبط مختلفه. احنا واصلين لنفس النتيجه. يا جماعه النقاش ده دي ممكن تاخد يعني تخيل يا جماعه. اصلا بجد الفكره ان واحد سيناريوز مرعبه جدا. لكن مثلا تقولي لحد ان هو انا مثلا عايزه يعني بتعبري عن انت عايزه ايه، فتخيل بس يقول لك ايه التفاهات دي. دي بتوجع قوي. بقول لك ايه دي بتوجع. عارفه لا اصل دي سيناريوز بتيجي في دماغي. عارفه الساوند افكت اللي مالك بتحطها لنا بجد. لا تخيل يقول لك على فكره انت يعني عارفين يا جماعه الناس اللي بتحرقي دمي وهو مش موجود اصلا. ايوه لا او الناس اللي لا مش كده. تخيل يا جماعه اصل الواحد بيجي له يعني بقول ثينك في حاجه زي كده، بقعد افكر طب ما هو افرض مثلا قال لي حاجه زي كده او مثلا
او بص دي، عارفه اللي هو ان عارفه لما حد يحسسك قد ايه دي مشكله تافهه مثلا، اللي انت يعني شوفي اللي بيحصل وانا مش عارفه ايه، او يجيب الموضوع على نفسه مثلا يقول لك ده انا شقيان وانا بتعبان ومش عارفه ايه، وانت بتقولي لي وانا اعمل ايه؟ ايه؟ زي ما عندي اعمله كده، يرجع من الشغل تعبان. ايوه ايه امال انا اعمل ايه؟ بطلات. لا يا جماعه، بس يا جماعه الحياه ما كده. ينفعش تمشي كده برضه، معلش. الحامل ما ينفعش تمشي كده. الحياه هي الحامل ما ينفعش تمشي، الحامل ما ينفعش تمشي. بس الحياه ما ينفعش تمشي كده. يعني ايه؟ يعني ان هو يعني يقول لي كلمه تضايقني بطلي ضحك. يعني ايه يقول لي كلمه يا تضايقني؟ جماعه جه في بالي السين بتاع استني بس. نيلي وشريهان لما هي بتقول له ايه انت تعرفش ايه اللي حصل لي. ساعه ونص يا شو بس. بتاعتي. يعني ايه هو يقعد يقول لي امال انا اعمل ايه، وانا اقول له امال انا اعمل ايه؟ الحق يا مقرفه. جماعه بكره بجد الرجاله اللي بتفهم مشاكل الستات عامه، بجد بكرههم من قلبي يعني، فعلا في نفسي ستات انقرض دلوقتي. لا يا جماعه، على فكره يعني ممكن يعني one of my worst fears بجد ان انا حد ما يقدرش انت محتاجه ايه، او يتفهم بقول لك يا نهار ابيض. بالي لا انا هحترمه. بنكتشف في الريليشن شيب، بس انا حتى في الحياه انا يعني مثلا شغل، ولا مثلا زي احنا في الكليه دلوقتي، ففي الكليه انا لو حد جه قال لي ان يعني إن لقيته مش مقدر شغلي، ده يومك اسود. يعني ايه؟ انا بقالي 3 ايام احاول لغايك يعني، انا ممكن اعصره بقالي اسبوعين قاعده. لسه ايه بكلمكم ايه جونيور. بالظبط. جماعه حاجه مرعبه، صح؟ مرعبه جدا. بس يا جماعه انا بجد دي حاجه مرعبه جدا. انا كمان جالسه بقول لكم الكريدت ده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. ايه كده دي؟ انا حد يديني يديها كريدت بتاع الحاجه اللي هي عملتها، عشان يقدر اللي هي بتعملها. ايوه يا جماعه، ان حد كمان يقول لك شكرا شكرا انك وأنا تعبتي بس. يعني يا جماعه مثلا يا جماعه انا مقتنعه، انا احنا بنقول لك هنا ما تسمعيش عشان انا سعيده لا اصل انا دي يعني مثلا تخيلي انت مثلا بتعملي اكل مثلا الغدا تعبتي فيه كويس قوي، فيقول لك ايه ده خلاص الملح ملح. قليل، مش عارفه ايه القرف ده. الطريقه، لا معلش لا، مش لا، مهم الطريقه، انا مش هتضايق لو هو قالها لي يعني مثلا تسلم ايدك، هو بس المره دي مش عارفه. ثانيه واحده انا كنت بقول لك انت تقريبا الموضوع ده، او انت ايوه انا فاكره انا سمعت قلت لكم ان انا لو انا بعمل الاكل وهو دخل داقه وقال لي ايه القرف ده؟ اكل كويس جدا هسيب بس الأكل. ناقص ملح، هطعمه. ايوه ده هيموت. ما في طعم تانية لما يجي طعم، في طعم كان في طاقه تانية ان بعد ما اكل، بس انا ما بحبش دي كانت الطاقه التانية اللي قلنا هنعملها برضه. ما تقوليليش يا جماعه أسلوب. إحنا- لان when you have high ياكل وهو ساكت يا جماعه، هو ايه القرف انت ده؟ عندك هاي هرمونال ليفلز، ان انت في اللحظه دي مستنياه يقول لك اوف الاكل نار. الله يمسيها بالخير. مش عارفه هتسمع الفيديو ده للاخر ولا لا، بس الله يمسيها بالخير، هي لما تسمعني هتعرفني. الله يمسيها بالخير. قلت اسمع ما سمعتوش. يا جماعه لا كنا المفروض ان انا اعمل اكل ومش عارفه ايه وكده، تمام. فان يعني هي مش عاجبها ان انا هعمل الاكل بره، انا مش متضايقه، بس يعني انا عايزه ابين بره قد عشان ايه. تتفرج. هي دينا باينه في الكاميرا. لا بس قد ايه هي كلمه جرحتني جدا، فكره ان هو ده انا ناوي يعمل افورت، ده انا ناوي يعمل اكل وبتاع، وفي الاخر تقول الاكل مش بس هي لا، انتوا ما فهمتوش قصدي. دايما بقول للناس don't push yourself to move on while I do so on myself. اجابات متنوعه جدا بجد. لا يعني مواضيع كتير، بس تاني كده. دايما بقول للناس don't push yourself to move on while I do so myself. انا كنت هقول ان ده شبه الهيلينج جدا. امال انت ايه اللي متنوعه جدا؟ بس انا والله العظيم بصيت لها كده مستنيه تعرف ايه. انا قلت هي بتهزر. هي انت بتهزر. هي اصلا كنت تبقى نفس الاجابه هناك. هي تقريبا نامت يا حبيبتي. الساعه يا كانت جماعه الساعه كام؟ 4:30. 4:30 الفجر. ايه رأيك في الموضوع؟ what would you say لو حد سألك السؤال ده؟ ايه الحاجات اللي انت ممكن تغفريها للناس ان هي تعملها او تحسها بس مش هتغفريها لنفسك؟ لا ابدأي من الناحيه التانية وهفكر. كنتي لفتها. بتقولي ان انت كده يا ملك. اقول انا يا جماعه بقعد انصح ناس جامد قوي. يا جماعه ما تاخدوش حاجه على اعصابكم. جماعه مش يعني عادي، احنا كلنا بنغلط ومش عارفه ايه. كلنا انا بالليل يا جماعه اقسم بالله العظيم 3 ورقه وقلم بقى تعليق ورقه وقلم. كلنا بنغلط، دي بالذات ملك. يا ملك بتقول دي كلنا بنغلط، ولما ولا وهتلاقوني بقى كمان سامحه نفسها انها تغلط اصلا. ايوه دي مشكله فيا عادي. ده من كنت كمان حقيقي. لا يا جماعه انا هتلاقوني كمان معاكم
عادي يا جماعه، احنا بشر، احنا مش عارفه ايه. بس لا 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 لا، انا مع نفسي. تعالي هنا، تعالي بقولك ورقه وقلم وراجع يومك وامبارح واول امبارح، ولا لا لا، وانت اذيتي مين النهارده وعملتي ايه. لا لا يا جماعه، لا لا، انا بحس ان شويه شويه انا ساعات بصراحه بضغط نفسي في الحته دي حاجه مش صح. لا لا، دي حاجه انا بجد ان شاء الله في المستقبل هحاول اعالج. لا انا بس عايزه اقول حاجه، هقفل هو المحكمه اسكتي بقى اللي شويه. ما انتوا لاقيين اجاوب بقى. طب ما انام بقى، انام انا نفسي انام والله. اسمعي. يا شايفه ان هي كحاجه يعني مش صح ان انت تبقي بتجلدي نفسك، بس في نفس الوقت هي قالت ايه؟ هي قالت ايه؟ بقولك مش صح ان انت بتجلدي نفسك، بس الصوره بس سوري. هي انت انا بصراحه اجلدي نفسك. انت عارفه انها قاعده تبص على الموبايل تقولي اصلا مش الصوره اللي طلعت اول مره دلوقتي وانت بتتكلمي. اول في مره بحر وحاجات غريبه كده. حاجات البحر بقى، حاجات البحر اللي قدام. البحر اللي قدامنا صحيح. قول. انا اسفه مش صح انك تجلدي نفسك، مع اني عايزه اجلدك دلوقتي. جدا والله. ده بس كويس انك يعني زي ما كنا بنقول ان يبقى في ليميت لما انت بتحاسبي نفسك، علشان مش صح ان الواحد يبقى يعني بيعدي المواضيع كده. بس بالراحه، ابقى رحيمه شويه مع بالظبط. نفسي، بس ده مش موجود عندي مع الاسف. I have two answers. قول. واو. قول. حاجة عملية جدا وحاجة انا سامعه منك كلام عاطفية يعني. أول إجابة، بس هقول لكم الاتنين بسرعة عشان قبل ما أنسى، أنا حاسة إن أنا هنسى. ماشي قول. أول إجابة، أنا ممكن يعني بسامح اللي قدام، مش بسامح يعني، هي حاجة مش مخصنيش برضو، بس بشوف ممكن اكسكيوز إن حد قدامي يكون مثلا حاجة يعني، عارفين هو مثلا لما حد يكون متراخي في الدراسة مثلا، مش بيعمل اللي عليه، يعني مش عارفة، عادي الدراسة مش فارقة معاه، أنا دي ممكن يعني اكسكيوز اللي قدامي في حاجة زي كده، بس عمري لا يمكن ان انا اعملها مع نفسي، لا يمكن اسامح نفسي دي على ليها ده على اي تقصير. لا انا sympathizing with you بقى جدا دلوقتي. اي تقصير دراسي عملي، حاجة اللي هي الحياة العملية دي ما بقدرش اسامح نفسي عليها. انت بتعرفي كومنت الحاجات دي كويس. ايوه، ما هي دي اللهم بارك. دي حاجة ده أول إجابة. يعني ممكن أقول اللي قدامي عادي، في عنده حقيقة عادي، مش لازم يكون ماشي بمسطرة يعني. ده حاجة. تاني حاجة، عشان كده أصلا ده من الأسباب إن أنا فعلا أيام المدرسة وكان يعني ما كانش في حقيقة قوي يعني، أصلا دلوقتي مقطعين بقى، بس احنا الحمد لله مقطعين اول حاجه الصياعه عملناها في إن شاء الله ما شاء الله. تاني بقى حاجة، هي اصلا حاجه جايه من السؤال نفسه يا جماعه، هي عن forgiveness وكده يعني. انا بتخيل عامه، انا برضو ما اتحطتش في الموقف ده، بس انا بتخيل ان انا مثلا لو انا في موقف مثلا ان انا يعني مثلا ان انا بطلب مثلا من حد ان هو يسامحني في حاجه معينه، والشخص ده ما كانش عنده capacity ان هو يسامحني في الحاجه دي، ممكن يعني يعني تجديله العذر. مش كده يعني، هسيبه يعني، مش هسيبه يعني، مش طبعا، مش يعني، هحاول طبعا ان انا اخد الغفران ده وكل الكلام ده، بس يعني خلاص ممكن اللي قدامي يعني خلاص هو ده اخر. بس انا صعب قوي ان انا لما حد يطلب مني السماح في حاجه، صعب قوي ان انا ما سامحوش، صعب ان انا يعني لازم اسامحه، انت فاهمه؟ يعيش البجح على قفا المكسوف. ده اللي انت بتعمليه ده بتعمليه اوت اوف كسفه، مش كاسفه، بس انا بحس ان انا يعني هي مشكله خبط. اصل لا انا بحاول اصل فكرتني، عارفين يا جماعه، اقصد ان انت جدة تقعد على السهور في عايزه اتجوزني، وكانت بتقعد تقول كلام غريب. الحكم اللي كانت ايوه الحكم غريبه بالضبط. فجاه تطلع بامثال. البجح والمكسوف والمكسور، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قوليها تاني كده. يعيش البجح على قفا المكسوف. انت البجح يعني الشخص المكسوف ولا اكيد انت المكسوف. يعني الشخص اللي جاي يعتذر لك ده ممكن يبقى بجح، بس بياخد الحاجه اللي هو عايزها منك عشان انت مكسوفه. مش هتكسفيه كمان. مش انت الفكره لما بيجي حد يعتذر لك ان انت بتقعدي تفكري ان انا ازاي هكسف الشخص ده واقول له لا انا مش مسامحاك. انا بحس على فكره انها حاجه فالid جدا انت تقولي لحد انا مش قادره اسامحك. اي ما انا بقول لك، انا اصلا ما اتحطيتش في الموقف عشان احكم، بس انا بقول لك لما بتخيل مع نفسي طبعا لو حد اعتذر لي، تمام، حاجه انا حاسه مش دي، انت تقولي بقى اجابات بتعيط، بصي بقى الاجابه اللي انا بقولها طبعا تعيط دي طبعا. فانا لما بتخيل، انا بقول لك انا قلت، وبعدين انا بدات الاجابه الموضوع ده قلت لك في تخيلي، لما حد لو جه اعتذر لي في حاجه معينه بقعد اقول ان انا اكيد هسامحه، يعني ما اعتقدش ان انا ما سامحوش.
انا مش متخيله ان انا عندي قسوه القلب اللي هي تخليني لا، انا مش مساع، وهي مش قسوه على فكره، هي فعلا هو كاباسيتي، بس انا مش شايفه ان انا مش هيبقى عندي، يعني متخيل ان انا ما عنديش قسوه القلب ان انا تخليني طب هل ممكن مسامحش. تقولي انا هسامح بس انا مش عايزاك موجود في حياتي تاني؟ مش هنرجع زي الاول. ايوه يعني عارفين زي لا مش هنرجع زي الاول دي. بصي بقى ميعه، بقول لك لا لا احنا يعني ام فورجيفنج بس انا همشيك. زي مسلسل ميد تيرم كده يا ندى، تيا ونعوم كان في الاخر خلاص منطقي جدا ان هم ما ينفعش يبقوا اصحاب. بس انت عارفه يعني ممكن فعلا اقول ان هم لو سامحوا بعض والكلام ده ماشي ممكن افهمها، بس ان هم بقى يرجعوا بقى وان كان مش حاسه ان بقى منطقي، مش رياليستيك خالص يعني. بس انا لا، فانا بقول لك في تخيلي انا بحس كده. كانت ندى ومريم بقى. مش عارفة، أنا حاسة إن ناخد احنا نفس قلناها في النص بتاعت فكرة إن أنا ممكن يعني لا أبقى عايزة الشخص مثلا إن هو يتكلم ولا يقول اللي مضايقه ولا كل حاجة، بس أنا مش حاسة إن أنا هقدر أتكلم. يعني أنا شايل مسؤولية حد، يعني أنا مش مسؤوليتك. يعني مثلا حاجة زي موضوع إن حد يعبر عن مشاعره أو حاجة زي كده، ليه يا حبيبي مش بتعبر عن مشاعر؟ قول لا، يعني من حقك تقولي وتكلمي وكل حاجة، وخلي الشخص يرتاح جدا إن هو يتكلم ويبقى مرتاح إن هو كل شوية يجي يتكلم. انا مش عايزه شايل اللي حواليا هم، انه مش هم ان هو ان قد ايه مشكلتي مسؤوليه، لا، ان انا شايفه ان دي بتاخد من الطاقه بتاعه الكلام اللي هو النيجاتيف، هياخد من طاقه الواحد. فخلاص انا قادره احل مشاكلي بنفسي، فخلاص انا كده هساومك مش هتعرف بجد. مش عارف. انا لو شوفي قلت لك الكلام ده دلوقتي ادي دقني لو عرفت ان انا عندي مشكله. يعني انا حاسه بخاف. هقولك ان انا مش هحكي يا ندى غير لما انت تحكي. ايه ده ابتزاز عاطفي. ده ابتزاز قوي، صح؟ يا لهوي وحشه قوي. وبعدين هقولك ما عنديش حاجه، فكده هصدقك عادي. انا اقول انت مش بتكذب عليا. هقولك خلاص انت حره ما تحكيش، فانت فانت بتتكلمي ندى دي خلاص ما ينفعش تطلعي حاجه مش هتغصبيها يعني يعني. اكيد لا انا مش عارفه. تعرفوا برضو حاجه كمان افتكرتها بمناسبه الموضوع ده يا جماعه، ساعات عارفين هي مش حاجه لها علاقه باللي هو عدم الاهتمام مش في الحته دي، هي ممكن تتفهم كده، بس انا بالنسبه لي مش الحته دي برضو يا جماعه. ساعات اللي برضو يعني مش عارفه اعرف اشرحها قوي ولا لا، بس عارفين يا جماعه لما انتوا كنتوا تعرفوا مثلا حد جديد وبعدين انتوا يعني بتخيل برضو ان في جوانب كتيره مثلا في حياته هو مش بيتكلم عنها، او يعني في غموض عامه، في غموض كتير قوي، فاللي هو ممكن ابقى عندي برضو اسامح شويه انت بصيتي فيها، ممكن اسامح شويه ان ممكن يبقى حد اللي هو مخبي حاجات او كده، مع ان هبقى متضايقه، يعني هبقى متضايقه وهبقى حاسه ان انا لا انا عايزه اعرف. انا بقى عن نفسي انا بتخيل بقى لو هو من الناحيه التانية بحس لا انا لازم اكون واضحه جدا ولازم اكون بس لا صريحة بس معلش ومبينه كل لا it depends. يعني لو الحاجات، يعني انا في حاجات بدي العذر فيها ان الشخص ما يحكيش، ده اللي هو مثلا حاجات انه يعني في حاجه مش تحكي لاي حد مثلا تعرف عليه. لا مثلا الموقف اللي انا بقوله لكم ده معلش، اللي هي موضوع ان انا مش بحكي مشاكل، انا مش بحكيها عشان مش ان انا مش عايزه اعرفكم ايه هي المشكله. انا ممكن بعد كده اجي احكي بعد ما حصل معايا تحكي كذا كذا، حصل معايا كذا كذا، او حصلت مشكله كذا، وابقى بحكي لكم كانه خبر، يعني حاجه بتحصل. ده لو دي حاجه بس انا بتجنني انا ده بتجنني يا جماعه اصل معلش موقف انا معين. هقول لكم على حاجه، يعني هو احنا اكيد مش عايشين بعد كل السنين دي ما بتحصلش مشاكل، بس انا مش عايزه يبقى في يعني يبقى كل كلامنا نكد مثلا. انت قلتي جمله حلوه قوي ان ده انت عارفه ان يجي بعد ما الموضوع بيخلص تخيل ده كده انا بتخيل انا ده عملت بيجي في دماغي ان انا عارفه كل مره كان انت قلتي يا فكرة جماعه ان انا ايه مش رايكم عارفه حاجه دي؟ معينه دي مش حاجه مخبيها مثلا وكده، دي بتجنني، مع ان هي بس خصوصيه يا معلش جماعه عايزة كده، أقول بس حاجة. دي يعني كلمات بالذات لو حد زينا، لو مش بتكلم او لا، على فكره الناس القريبه قوي يا جماعه بحس ان انا ببقى محتاجه اعرف، يعني بحس ان في حاجه، هي حاجه زي اوبسيشن، مش اوبسيشن بس يعني مش هي حاجه يا جماعه، هي حاجه مش صح يا جماعه، هي مش صح ان مش المفروض الانسان يعرف كل حاجه، بس عارفين اللي هو بصي ببقى انا مش عايزه بس بتحطي لي ليميتس. لا انا يعني انا مش بدي الحق، او مش فكره مش او بدي الحق، بس اقصد انا بحط ليميتس مع نفسي. يعني خلاص انت اديت لنفسك الحق، او يعني انت شايف ان انت مش عايز تحكي حاجه معينه في حياتك ايا كان هي ايه، حلو قوي، بس انا علاقتي بيك اتحددت ان احنا مش قريبين لبعض، ده اولا. ثانيا هنتكلم عادي، بس انا يعني انا مش هطلب منك او مش هلومك مثلا ان انت ما حكيتليش حاجه معينه، بس حسك عينك تيجي تقولي لي انت ما قلتليش كذا، انت مالك؟ يعني يعني انا ما اعرفش عنك، انت ليه انا بقى نفس ما الحياة بعرفش صح؟ اعمل بالمثل كده في الحته دي، ما بعرفش اعمل لا انا بالمثل. الموضوع بيضايقني، انا مش يعني لا انا ساعتها هو زي ما هديك الحق انت تديني الحق، واحنا مش قريبين من الاخر.
او حتى لو اقولك مش فكره مش قريبين، حتى لو احنا قريبين وفي تفصيله صغيره او احنا مش بنقولها، خلاص ماشي، مش هبقى متضايقه منك، مش هزعل، بس انت مالكيش الحق انك يعني انا بالنسبه لي بشوف ان انا ليا، انا كمان ليا الحق ان انا ما اقولكيش، مش هلوم نفسي لان الموقف حصل قبل، يعني انت اللي حصل معاكي الاول، وفي نفس الوقت انا خلاص مش يعني انت ما تجيش، انا هتبقى بمشكله كبيره لو حد جه قال لي انت ما بتقوليش. بجد والله مش دورك. ما تهربي بقى لا انا حاسه ان انتوا عارفين، انا بقعد اقول للناس دايما ان انت لا لازم تعاتب ولازم تقول ان انت لو حد ضايقك او كده I could never. سر بقى خطير عن مريم. هي شبه اللي ده ندى أنا تعبانة. بتقوله، بس ندى يعني اللي بتفكر فيه ان هي مش عايزه تشيل اللي قدامها هم. لا انا مش عايزه انا اشيل نفسي هم ان احنا لسه هنتناقش ونتكلم وتقول لي طب انا غلطت في ايه وانا رد، يا لهوي. انت في مشكله تانية يا مريم بحسها كمان. لا في حاجه كمان مش هتقبليها. انت مش هتقبلي مثلا ان حد يفضل ساكت قدامك وما يقولكيش هو في ايه او حاجه، وانت بتعملي كده بحاجه اكبر، يعني انت بقى بتسكتي وتعافي. ده انا بحس على ان فكرة مريم صح. ساعات تعمل سيناريو في دماغها، من كتر السيناريو تحس ان هي كانها اتكلمت فانا مش هتكلم. يا لهوي صح قوي، صح قوي يا لهوي. ايوه مريم انت فعلا من الناس اللي ممكن تزوري تشيلي وبعد كده تمشي لوحدك وانت على فكره انا غداره قوي. لا انت بس بتاعت ان هي تقعد تعمل سيناريوز في دماغها. انتوا عارفين ان انا بوقف السيناريوز دي في دماغي علشان اعرف اتكلم. هي فعلا مرعبه بصراحه. لو تفكري فيها كده هتخافي ان انت تروحي تتكلمي، تحسي ان هتقعدي تكبري الموضوع. ده انا بقى العكس تماما. على فكره انا الموضوع اللي مالك بتقوله ده انا بغدر في المشي for some reason. انا بحس ان طبعا هي حاجه غلط وسيئه جدا مني يعني، بس لما بحس ان اللي قدامي بقى عايزه اللي قدامي يحس ان هو ضمني، فاهمه؟ عايزه اللي قدامي يحس ان هو لا دي عمرها ما هتمشي، لا ده انا خلاص مش عارف ايه، فاقوم ماشيه بقى. طب ايه رايك؟ يعني غالبا بتعرفنا ان هي مش هتعرفنا بعد ما نخلص السنه دي. انا توكسيك جدا. لا مش هقول الكلام ده قدامكم طبعا. لو انا انت قايله قدام الناس كلها بقول لكم ان انا ماشيه ان انا ماشيه قايله لكل الناس. لا بس احنا هنسيبها. لا طب على قلبي هتردي عليا؟ لا احنا عارفين هي ده الحوار، مش هتعرفي توصلي تاني. احنا عارفين الوان طن عارفين اسم انكل. انا مسافره جاموسه لسه عارفين اسم انكل، فهعرف اجيب رقم. اجيب رقم. طب ما رقم ده على النت. ما هو ما انا بقول لك يقول لنا عمال بسهوله قوي. مفيش ده مريم مناك مش عارفه على طول من ازاي حضرتك انكل، بس مش صح. فلا الدنيا سهله. هجيبك يا مريم، هجيبك يعني هجيبك. خلينا ادينا واحده بقى، ودي كانت حلقتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 1 2 كان بيقول ايه ودي حلقتنا النهارده ايه؟ وشكرا. كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. ودي حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا وكون حلقه خفيفه عليكم. والسلام عليكم. اعمل شير وسبسكرايب. احنا كالعاده في هذه الدسكشن يعني متعاطفين طبعا مع جميع الاطراف ومش قصدنا نضحك ونتريق قومي خالص. احنا بس قمنا كتير وكلنا وفي ناس راحت الحمام. معلش الدسكشن دي معلش الدسكشن دي بدأناها من الساعه 10 الساعه 5 الفجر دلوقتي. احنا مبسوطين جدا. باين عليا اكيد تعبانين جدا. من صغير تضم بس محتاجين ننام. محتاجين ننام ينفع انا دلوقتي؟ لا لا لازم نوضب الشنط. محتاجين ننام. ان شاء الله نشوف الناس في الدسكشن تاني يا جماعه ان شاء الله. ولا ايه؟ واحنا بنتخرج بقى ليه؟ احنا مسحولين في مشروع التخرج بجد. لا احنا هنتايم مانج وهنحاول نلاقي وقت يعني ان شاء الله. هنحاول نلاقي لوحدك. اي حابه بس اعرفكم يعني لا بنودع استاذه ندود ومينا وملوكه يعني ممكن تقفلي عليها. دي انت ندود وملوكه ولينا. ليه لينا؟ يا سليم يا عفيف. ده زي لا يا جماعه في مره عايزين نقفل. في مره رحت قلت لينا قلت لها ايه انت دايما بتقولي لهم مريومي ودايما بتقولي لهم عمرك ما قلتي لي ملوكه ولا لوكه. انا مصدرك ملوكه كفايه يعني الحمد لله خلاص. انا مريومي فين ميكو. وبس يا جماعه ان شاء الله نشوفكم على خير. ودعي الناس. مش قصدي